السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، فيديو حلو جدا بإذن الله يعجبك ان شاء الله. بما ان سألت كتير جدا عن البكاكين ازاي بيطلع معايا منتفخ وبالشكل والجمال الحلو ده، واخد اللون الجميل اللي انتم شايفينه معايا ده. فقلت النهارده قررت النهارده ان احنا نعمله مع بعض باذن الله، وازاي الكيلو يطلع معاكي. يطلع معاكي كميه كبيره قوي زي اللي انتوا شايفينها دي. بخطوات سهله جدا ان شاء الله. لو اتبعتيها باذن الله المقادير اللي انا هقولها النهارده هيطلع معاكي احلى واحلى كمان. شوفوا اللي اخد لون من تحت ومن فوق ما شاء الله عليه روعه، وكله منتفخ معايا، مفيش واحده مش منتفخه ما شاء الله، واخد لون حلو جدا. بس بتمنى منكم قبل ما نشوف الفيديو ما تنسوش تدعوا لهم وابويا بالرحمه، ان ربنا يرحمهم باذن الله ويغفر لهم ويسامحهم ان شاء رب العالمين. وكمان ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي كل الدول العربيه، ربنا ينصرهم باذن الله، وربنا يثبت اقدامهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم يا رب. هنحضروا النهارده مع بعض البكاكين، ونحضر معاه احلى واجمل غدا كده يفتح النفس، حاجه كده بصوا روعه. الحاجات دي انا بحب لما اكون هعمل البكاكين اعمل معاها الغدا الجميل اللي انتوا شايفينه معايا دي. المقادير اللي انا هقولها لكم النهارده دي مقادير الكيلو. كيلو دقيق هنحط عليه معلقتين سمسم. دي بترجع لك، عايزه تضيفي المعلقتين السمسم براحتك، مش عايزه تضيفيهم برضو براحتك، مش ما تلتزميش بكل المقادير. اهم حاجه في خطوات كده ما تستغنيش عنها. ونزلت بمعلقتين لبن نيدو اللي هو اللبن البودره ده، ونص معلقه ملح، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ونص كوبايه زيت على سمنه. دي زيت على سمنه، دفتهم حاجه بسيطه كده، ونزلت عليهم على الدقيق، وقلبت كل الحاجات الاول المواد الجافه مع بعض، وبعدين نزلت بالزيت والسمنه على مع بعض وقلبتهم كويس. هنا معايا معلقه خميره، وحط عليهم معلقتين سكر، ونص كوبايه ميه، وقلبتهم وسبتهم اختبار كده. وبعدين هنعجن بلبن رايب. اللبن الرايب لو ما فيش عندك لبن رايب وعايزه اللبن رايب، روبي شويه لبن قبلها بليله واعجني بيه. ما انتش هتروبي لبن، اعجني بلبن عادي بيبقى حلو جدا. انا هنا يا بنات ضفت كوبايه زبادي، بس هي ما اتصورتش معايا، بس انا هنا ضفت كوبايه زبادي. اهم حاجه بقى ما تستغنيش عنها كوبايه الزبادي والزيت على سمنه، لازم الاتنين مع بعض. ما ينفعش تحط زيت بس، لو حطيت زيت بس هيطلع معاكي ناشف، ودي الحاجات اللي الناس كتير بتشتكي منها ان هو بيطلع معاها ناشف. لازم السمنه، ويا ريت تزودي السمنه عن الزيت. هنا بقى بعد ما اختمر معايا وطلع معايا بالشكل والجمال ده، بصوا تعجنيه الاول كويس جدا جدا، هو بياخد عجن كتير. اعجنيه حلو قوي علشان يديكي نتيجة احلى. بدأت اقطعه بالشكل ده. انا ما قطعتش كل الكمية لان انا معايا اكتر من كيلو، بس انا لما كنت بقول لكم المقادير بقول لكم مقادير الكيلو. قطعت كمية كده وسبت الباقي في العجانة لحد ما افرد الجزء ده، وبعدين اقطع التانيين. بتفرديها بقى، والتقطيع ده بيرجع لك انت، عايزة تكبريها عايزة تصغريها بترجع لك. انا هنا قطعتها بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا ده، وبدأت افردها. السمك الرغيف بيبقى حوالي سنتي. اهم حاجه ما تزوديش لا دقيق فوق ولا دقيق تحت. زي ما انتوا شايفين انا بحط دقيق بسيط جدا جدا، علشان ما يجربش معاكي ويبقى لونه مجرب كده بعد ما بتسويه. هنا بوريكم، بقول لكم ان انا نسيت اوريكم كوبايه الزبادي، بس انا خدتها معايا وانا طالعه على السطح عشان اوريها لكم وانا جايه اسوي العيش بتاعنا. هنا بقى طلعنا السطح، وانتوا زي ما انتوا شايفينه كده حطها على الصينيه ومسحت الفرن وخليته زي الفل. عايزه تسويه في صواني بترجع لك، عايزه تسويه على البلاطه بتاعه الفرن زي ما انا هعمل كده، دي بترجع لك. انا بما ان البلاطه بتاعه الفرن بتاعتي نظيفه الحمد لله، فسويته على على البلاطه بتاعه الفرن. بقى احطه بالخمسه، احطه بالاربعه، على حسب ما الفرن بياخد معاكي. سويته بالشكل ده. بصوا هنا غلطة بقى خلوا بالكم منها، الرغيف يا دوب بدأ يرتفع، قمت انا جيت اشده راح راح بايظ معايا والله. ما رضيت اقطعها، قلت لازم اوريها لكم. بخلي بالك من الحته دي، ما تشدهوش من الناحيه اللي هي بعيد عن النار، هاتيه من الجنب اللي هو ناحيه النار، علشان يكون استوى ونشف، فما يبص معاك الرغيف انا ما رميتوش لان هو ما اتحرقش، انا سويته واكلناه عادي. الحاجة اللي زي دي بتبقى معجونة بلبن وسمنة وزبادي، مش بيهون عليكي بقى ترمي منها فتفوتة قد كده
يلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وان شاء الله تعمليه ويطلع معاكي احسن واحسن باذن الله. بتمنى النهارده الفيديو يعجبكم ويكون فيديو خفيف باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو كده من ايديكم، وحتى لو ما عجبكوش برضه ما تنسوش تعملوا اللايك برضه. ايه رأيكم بقى في العيش بتاعنا ده؟ كان بيتهيألي كانت اخر حاجة. كانت دي اخر حاجة. بشوفوا بقى من اول رغيف لاخر رغيف، والعيش طالع معايا والله يا بنات زي الفل، واخد لون واحد ما شاء الله عليه. حاولي انت بس ما ترققهوش قوي علشان ما يطلعش معاكي من فوق رقيق ومن تحت تخين. خليه ايه يعني، ظبطيه كده، ما ترققهوش قوي. والكيلو بيعمل معاكي كمية كبيرة جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ ما شاء الله عليه. بصوا من اول رغيف لاخر رغيف وهو منتفخ معايا وطالع معايا بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب العيش ده قوي يا بنات، بيبقى تحفة مع الجبنة والفول والطعمية والحاجات دي، بيبقى حاجة تانية بقى ما اقولكوش. ربنا يحسن ما بين ايدينا، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامة وفي رعاية الله.